أكون فلسطيني، لا حب، لا اشتياق، لا دموع. بعد ما ديفيد خلص شغله نزل بعد الساعة 8 مساء عشان يدور على مريم في مكانها المعتاد، البار اللي بتسهر فيه مع أصدقائها المقربين. لكنه اتفاجئ إن مريم مش موجودة في المكان رغم وجود جميع أصدقائها، ولذلك قرب من واحدة فيهم وسألها: فين مريم؟ ردت صديقتها: معرفش، كانت هنا من شوية. أثناء ما كان بيتكلم جت واحدة من أصدقائها من دورة المية، فسألها ديفيد بفضول: سارة، هي مريم كانت معاكي؟ لا يا ديفيد، هو أنت بتدور على مريم؟ أيوة. أنت مش شفتيها؟ أيوة، متهيألي شفتها من شوية طالعة ناحية السطح. ساب ديفيد المكان وطلع بسرعة تجاه روف البر عشان يدور على مريم، لكنه لما وصل لقى مقبض الباب مكسور، فعشان كده حس بالقلق والخوف على مريم. ولما سرع بالدخول وقبل ما يمسك مقبض الباب ويفتحه لقى الباب بيتفتح من جوه وبتخرج منه مريم. ولما صدمت مريم بيه جالها ذهول، وعشان كده ديفيد بدأ يشعر بالشك والقلق من تصرفاتها الغير طبيعية. اتوترت مريم لكنها قدرت تلم نفسها بسرعة وسألته: ديفيد، انت بتعمل ايه هنا؟ سألها ديفيد بحيرة: انت اللي بتعملي ايه هنا؟ وليه مقبض الباب مكسور؟ حاول ديفيد يتخطاها عشان يدخل جوه ويتأكد من أي شيء، لكن مريم منعته وسألته: انت بتعمل ليه كده؟ انت بتشك فيا؟ فضل ديفيد يبص وراها للروف بفضول عشان يشوف أي شيء مريب، لكن مريم سابته وهي غضبانة من تصرفاته. ورغم إحساسه بوجود شيء مريب لكنه راح ورا مريم عشان ما يخليهاش تغضب منه أكتر من كده. لكن لما ديفيد قرب من مريم لقى شيء غريب، شم ريحة برفان رجالي ملتصقة بجسمها، فعشان كده سحبها من دراعها وسألها: ايه الريحة دي؟ انت غيرتي امتى البرفان بتاعك؟ ردت مريم بتوتر: لا، ريحة ايه؟ انا مش شامة حاجة، خلينا ننزل، انا اتأخرت على اصدقائي. سحبته مريم من ايده ونزلت من على درج الروف، وكانت مليانة بالخوف والقلق لدرجة ان ديفيد حس بمشاعرها المتوترة دي اثناء نزول السلالم. ورغم احساس ديفيد بوجود شيء مريب لكنه ما قدرش يواجهها خوفا من خسارتها او انه يسبب لها اي حزن او تعاسة، لكن احساس المخابرات كان مسيطر على عقله، وعشان كده قرر مراقبة مريم اكتر عن بعد. في الوقت ده مريم لقت ديفيد بيقرب منها لدرجة انه كان ملتصق بيها، فسألته بعصبية: انت بتعمل ايه؟ رد عليها بخبث: ايه السؤال الغريب ده؟ انا خطيبك والمفروض اكون معاكي. غضبت اكتر وردت عليه: انت مصمم برضو على موضوع الخطوبة ده؟ اكيد طبعا. سكتت مريم لفترة، بس بعد كده قالت له وبخبث: انا موافقة بس بشرط. قال لها ديفيد: ايه هو؟ قوليه. توقف مراقبتك ليا على الفاضي والمليان، وما تجيش في اي وقت تدور عليا، لازم نتفق قبلها بميعاد. رد ديفيد: لا طبعا، ده شيء صعب عليا، انا ممكن اوقف المراقبة عادي، لكن صعب اتحكم في رؤيتي ليكي لانه غصب عني بدور عليكي وقت ما اشتاقلك. سألته مريم: مش ناوي تعرفني على اصحابك اللي شغالين معاك؟ اي اصحاب؟ ردت مريم وقالت له: اللي كانوا معاك وقت قتل مينا، انت قلت لي وقتها ان دول اصحابك المقربين. انتوا تقصدوا دول، هما مش فاضيين دلوقتي، لما يفضوا هبقى اعرفك عليهم. سألته مريم: هما شغالين ايه معاك؟ رد ديفيد عليها وقال لها: عادي، مجرد موظفين. عن جد؟ افتكرتهم ضباط. ديفيد حس وقتها ان زي ما يكون بيتم التحقيق معاه، وكمان حس ان مريم على غير طبيعتها، فعشان كده سحبها من دراعها وسألها: انت بتسألي كل الأسئلة الغريبة دي ليه؟ عايزة توصلي لإيه؟ ردت عليه بعنف وقالت له: 100 مرة أقولك ما تمسكنيش بالقوة دي تاني، انت بتوجعني. آسف، بس دي آخر مرة تسألي عن شغلي. قالت له مريم: أنا عايزة أروح دلوقتي.